اللي قدامك دول الأستاذ سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق رحمة الله عليه، والكابتن حسن شحاتة الله يدي الصحة. الناس دي على أيامها منتخب مصر كان عبارة يلاعب أي حد يكسبه. كان منتخب مصر يلاعب أي حد يكسبه. كسبنا 3 بطولات في عهدهم، كسبنا 3 بطولات متتالية أفريقيا، 3 بطولات أفريقيا متتاليين. منتخب مصر على أيامهم كان اسمه منتخب الساجدين، والله كان هو اللقب بتاع منتخب مصر، منتخب الساجدين. أما دلوقتي اللي قدامك دول هاني أبو ريدة عضو رئيس اتحاد الكرة الحالي، وحلم طولان مدرب منتخب مصر به أو منتخب مصر الثاني. في عهدهم منتخب مصر بقى اسمه منتخب الفاسدين، والله زي ما بقول لك منتخب الفاسدين. فضيحة بمعنى الكلمة، فضيحة بمعنى الكلمة. بتروح تلعب الأردن مريح الفرقة الأساسية بتاعتها كلها، بتديك 3 مع الرأفة، بتديك 3 مع الرأفة. احنا اتفضحنا، احنا كرياضة مصرية والله اتفضحنا. انت هات اخر 15 سنة شيل منهم الاهلي هنكون انفضحنا. احنا ما عندناش رياضة في مصر، ما عندناش رياضة في مصر، ما عندناش كورة بالمعنى الأصح، ما فيش كورة في مصر. شيل الأهلي آخر 15 سنة من مصر هتطلع مصر بلا أي جدوى، ما لهاش أي حاجة، ما فيش. شيل الأهلي، لكن اللي رافع اسم مصر ورافع صورة مصر ورافع علم مصر في جميع المحافل الدولية والأفريقية النادي الأهلي. غير كده احنا فشلة، احنا فشلة من فشل إلى فشل.